بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم موضوعي للحياكة اليدوية اللي هو راجع لموضوع خبرتي مع الفنون اليدوية، وهو موضوع الحياكة. وبس إذا من المجموعة اللي يتعلمون الخياطة وينضمون لنا فأهلا وسهلا بهم. فاليوم راح طلب من البعض منهم من البداية، من بداية عندي بعض الفيديوهات عن الحياكة، بس هسه راح أسويها من البداية. راح أبدي من البداية. أول شيء، أول خطوة نقوم بها هو أن ناخذ الشيش أما دائري أو عدل، أما دائري أو عدل. فإذا كان عدل فنختار السمك اللي نختار السمك مالته المناسب لنا. اكو كلش تكون درجتها 1 و2، وهذه كلش رفيعة وتكون تحتاج الى وقت طويل بالحياكة. واكو كلش كبيرة، وهذه طبعا ايضا تحتاج الى خيط خاص يكون متين والى حياكة خاصة. فالأفضل حسب ما أشوف هي الحجم الوسط. حجم الوسط يكون أفضل، ولازم يكون الشيش أملس ومو ما يكون مرن. يعني مثلا هذا الشيش باعه مرن، هذا مو مريح بالحياكة. فيكون أملس، ويكون أيضا السمك مالته مناسب. فاختاروا الحجم الوسط أفضل. اكو الشاشة دائرية، وهاي الشاشة الدائرية هي نفسها مثل العدلة بالضبط، بس تكون، أنا بالنسبة لي أفضلها لأن ممكن دائري بها مغلق يعني، وممكن من يترك الشغل ما ينفتح. يعني ممكن تنقلين الشغل وانت تنقلي من مكان لمكان، وهذا أهم شيء. أيضا تشوفين أملس، وتشوفين مكان اتصال الشيش بالبلاستيك انسيابي، ما يكون بفد مكان تقف بالغرز، ويكون أيضا ما بيفد مكان خشن بحيث يسلت الخيط. هذا هو بالنسبة للشيش. بالنسبة للخيوط، طبعا تختلف الماركات مالتها. منها أكثريتها هسه بالوقت الحاضر أكثريتها أكريليك. تشوفون تقروها عليها، تقرون نسب الأكريليك ونسب الصوف. مثلا هذا نسبة الصوف ب 40%. هذا هسه تشوفين الصوف 40%، 60 صناعي. فهو هذا المناسب، هذا كلش مناسب للعمل. هم ينطي دفء، هم بنفس الوقت وكمية الوزن 50 غرام أيضا. فلذلك ضروري تقرون على هياتي هذه النسب الصوف والأكريليك الموجودة. فضروري تقرون على الورقة المعلومات الموجودة. تاخذين السمك مناسب. إذا يكون سميك جدا يحتاج لك صوف أكثر، وراح يعني يصير ثخين الشيء. وإذا كان رفيع جدا ما يمشي. وإذا كان وسط، هو أنا أفضله دائما الوسط هو مفضل. هذا بالنسبة للخيوط. بالنسبة للطريقة شلون نبتدي. أول طريقة شلون نبتدي. البداية مالتنا هسه راح أعلمكم إياها. تتعلمون بشيش عدل أو شيش دائري، مهم. فالبداية تاخذون
خيط الشليلة وخيط قصير منه. على على الدائري أنا أفضل على الدائري، بس مو إلا حسب ما تريدون أنتو. فهذا هالشكل، هذه الطريقة. أول خطوة هذا السبابة راح يكون إلى فد عمل مهم، هو أنه هو اللي راح يرتب الخيط، وهذه بقية الأصابع تكون مثل الماكينة، مثل الميزانية مالت الماكينة، هي ترتب الخيط. فأول شي بهذه الإيد اليسار نبرم الخيط أو نلفه، بعدين ناخذه بالشيش. بعدين هذا السبابة يكون على شكل مقوس، يروح للشيش يلف لفة، وهذا الشيش يظل على مكان اليد، وبعدين نطلعه فتصير غرزة. ولربما انتو تفضلون العدل، لربما هسه اكثريتكم عندكم عدل، فاطلع خيط شيش عدل. هو نفسه، بس أنا حسب ما ملاحظة أكثريتهم يفضلون الشيش العدل. هذا خل استعمل لون أكثر ينطي براق. هذا الشكل. هسه هذه باليسار لفيتي هالخيط، الشيش هنا يصير هذا هنا الكرسي مالته، السبابة دائما عدل ومقوس، يعني عنده مهمة صعبة. هسه هذه نلف الخيط وندخله بالشيش، تروح الإيد اليمين تلف الخيط على الشيش وترجع تمسك الشيش ونطلعه مرة لخ. هذه اللفة، بعدين مرة لخ. هذا الشكل لفيناه، اليد تركت، بس ضل الشيش ما تركته خليته بالهواء، ضل على الكرسي مالته. وهذه ايدي هالشكل مقوسة، اذا اخليها عدلة يتزحلق الخيط، فلذلك لازم الخيط الايد تكون مقوسة. يلا هسه نعوض اللي راح من عندنا، ما نخليها كلش متفرقة ولا نخليها كلش متلاصقة، ولا نضغط عليها، فالشي معتدل. فهذه هي البداية. تشوفون كثير ما يعرفون البداية. زين، هسه ناخذ كم غرزة؟ 1 2 3 4 5. هاي 5 يعني 10 غرز، 5 أزواج، هذه 12 زوج. زين، خلص. نروح على الشيش الثاني، نفس الرقم لازم، أنا ما حضرته. إيه، نفس الرقم. نجي نلف الخيط هذا على الإيد، على الإصبع الصغير هالشكل، ويمر على السبابة من جوا الاثنين، حتى الخيط يعني ينضب وينطي حسب الرغبة. هسه
نفس البداية، بس على بالبداية كنت أسويها أني الغرزة بإيدي اليسار، بس هسه من الشيش باليسار، من الشيش باليسار آخذ غرزة، ترجع الخيط يلف على الشيش وترجع تطلع الغرزة، وهكذا هالشكل. وعندي فيديو له أيضا موجود. وهذه الغرزة يسموها عدل، هذه الغرزة يسموها عدل، هذا عدل. هسه ممكن سطر اللخ عدل أو سطرين أو 3، وهي هاي حاشية مرات الحف مالت ملابس الأطفال البطانيات عدل تكون حلوة، يعني تنطي ثخن، تنطي ما ينبرم الشيء، بس مرات ما نريده لاستيك، إذا وحدة بوحدة. هاي كلها هسه عدل، ها عدل، هذا الشكل. وهذا يحتاج تدريب، هذا يحتاج تدريب من عندكم، يعني ما ممكن تقومين به إذا ما تتدربين يعني عشرات المرات إلى أن تنجحين به. وبطء، اشتغلي ببطء، بس مجرد حتى تتدربين. تشوفون بدي أسوي هسه على كيفي بطيء. هذا عدل. هسه راح أعلمكم المقلوب. هذا هسه خلصنا العدل. هسه راح أعلمكم المقلوب. تشوفون شلونه هذه. هسه المقلوب من الأمام، من الأمام، لأن الكاميرا صايرة على إيدي، الشيش دا يوقع. تشوفون نستمر سطر عدل، مرات تكون وحدة عدل وحدة مقلوب، مرات 2 عدل 2 مقلوب، هم الحافة تصير حلوة. هسه هذا شنو هي؟ هذا عدل. نرجع مرة لو حتى يصير سطر عدل سطر مقلوب. تشوفون هذا اصبعي هذا ينطي الخيط، تشوفون الحركة مال الاصبع هيك تنجر، هذا الاصبع هالشكل يجر الخيط شلون مالت الماكينة. هاي هي الشكل تنفتح ايدي. وبعد ما تتعلمين ممكن هسه هذا الخلف، هذا الأمام للشغل. بعد ما نستمر سطر عدل وسطر مقلوب، بهالحالة هسه ناخذ مثلا نريد قياس معين، ممكن ناخذ قياس 10 غرز. احنا عندنا 12 غرزة، فأفوت وحدة منا ووحدة منا وأقيس 12 غرزة، أشوفها 8 سنتيمترات، 8 سنتيمترات ل10 غرز، 8 سنتيمترات ل10 غرز بهذا الشيش بهاي الحياكة. زين، فبهالحالة ممكن مثلا أنا أريد أسوي هاي الغطوة اللي أمامكم، هذه اللي هي الأرضية مالت
فوق السرير. هذه مثلا أنا أريد أسوي هاي الغطوة. إذا احتاجيت المربع الواحد 20 سنتيمتر 22 سنتيمتر، خد نفترض 20 سنتيمتر. نفترض أنا أحتاج 20 سنتيمتر للمربع الواحد، أنا أريد أسوي هالشكل. زين، هسه أنا عندي أكتب غرزة وأكتب شنو سنتيمتر. بالغرزة إيش قد سويت؟ 10، طلعت عندي 8. زين، إذا أنا رايدة 20 سنتيمتر، إيش قد؟ 20 يعني العدد اللي أريده في 10 العدد اللي طلعته على 8 على 8، فراح يطلع عندي 200 على 8. 20 على 8 2، يبقى 4. 40 على 8 5، فيطلع 25 غرزة. 25 غرزة لازم أسوي حتى تطلع عندي 20 سنتيمتر. 20 سنتيمتر يعني فد مربع 20 سنتيمتر. هالشكل مربع من الورق أخليه حتى مثلا أطلع مثل هذه اللي أمامكم 20 سنتيمتر. فممكن تدخلين بها الخيوط، تحصلين على الفضلات مالت الخيوط من الأقارب ومن الصديقات. وإذا كانت رفيعة جدا تطبقيها، مثل رفيعة جدا تطبقيها وتحاولين تحصلين على نفس السمك. وإذا كانت تحاولين تحصلين نفس السمك بس هالشكل يعني وسط وتخلين الألوان منسجمة، مثلا أصفر طوخ أصفر فاتح، بنفسجي وطوخ ويا فتشي فاتح، وهكذا. تنسقين الألوان وتحدديها بلون يكون هذا اللون أسود أو نيلي. هسه هذا اللي أمامكم أسود أو نيلي أو رصاصي، حتى يعني الألوان الما منسجمة تمشي مع بعضها. ألوان الما منسجمة تمشي مع بعضها ما تتضارب. فأحلى لو تحدديها الشكل. فهذه هي إذا حبيتوا تعلمون بيها. طبعا هذه علمتكم هسه بس عدل ومقلوب وبداية، وشلون تاخذون القياس، شلون تاخذون قياس الشغل. وهذه كلش مهمة، قياس الشغل. وأتصور هذه أهم ما في الأمر بالنسبة لكم. وبعدين أعلمكم، أو هسه تريدون أعلمكم شلون تنهوها. يلا خلينا نعلم شلون ننتهيها، وبعدين إن شاء الله أعلمكم بقية الغرز وبقية الشغلات الأصعب. هسه أريد أنهيها. هذه أحك وحدة، أحك الثانية، وأطلع الأولى من الثانية. أحك وحدة وأطلع الأولى من الثانية، أرجع أحك أخرى وأرجع أطلعها، تطفر 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 وتطلع، وهكذا إلى النهاية يدخل الخيط بها، وهكذا إلى النهاية. هذه هي النهاية. هاي تستعمل بالردن، وتستعمل بالحفرة الرقبة، وتستعمل أيضا بالنهايات والأكتاف وغيرها. زين، وإلى هنا وانتهي، والسلام عليكم. آخر غرزة يدخل بها الخيط وينسحب. وشكرا جزيلا.